مساء الخير عليكم جميعا. احب اشكر كل الناس اللي بعتت لي التعليقات بتاعتها في الخاص. معرفش ليه مش عايزين يعلقوا على العام. يا جماعه، اي حد عنده تعليق، كومنت، نصيحه، يكتب على العام او على الفيديو، مفيش مشكله، عشان الكل يبقى ايه، يتشجع ويشارك. النهارده هتكلم معاكم ان شاء الله على موضوع مشي المعدات. ايه المعدات اللي تمشي وايه المعدات اللي ما تمشيش. كلنا بنتزنق في المواقع وبنضطر ان احنا نمشي المعدات. فمبدئيا اي معدة على كتينة يفضل انها ما تمشيش. لو هتتنقل من اي مكان لمكان يفضل انها تتنقل عن طريق وسيله نقل بطاح، اللي هو زي ما بتسموه بقى. يعني كتينه يفضل انها ما تمشيش خالص، اللي هو شغاله. يعني البلدوزر مثلا ممكن لو يفتح عكس طريق 100 كيلو، يبدا من الزيرو، يركب على الباندا من الزيرو، يفضل ماشي لحد ال 100، يفتح العكس، يطهر، يقطع، شغال، خلاص امشي. بالمناسبه البلدوزر ممكن في اليوم مئات الكيلومترات بس على الشغل، باخد فلوس. بيمشي باخد فلوس، لان المشي ده نتيجته تأثير على الكتاين، على البكر، على السبروكيت، على الفتيس، على الموتور، على المعدة ككل. فبلدوزر، حفار، اي حاجة على كتينة يفضل انها ما تمشيش غير وهي شغالة، بستفيد منها. لكن تتنقل من موقع لموقع لا، يفضل انها تتنقل عن طريق وسيلة نقل، لان ايا كان وسيلة النقل هتبقى ارخص بكتير من اللي المعدة هتعرض له في المشي. تمام. فموضوع الكاوتش، الموضوع الكتينة خلاص ده منتهي. طيب، بالنسبة للكاوتش، هل كل المعدات تمشي الكاوتش؟ لا، مش شرط ان المعدة كاوتش انها تمشي. في معدات كاوتش ينفع انها تمشي تتنقل من موقع لموقع مشي، في معدات لا. زي ايه؟ زي الجريدر. الجريدر ينفع يمشي، ينفع يمشي من موقع لموقع، ينفع يمشي من موقع لموقع. مسافات بس في اصول. يعني ما مشيش الجريدر 100 كيلو ورا بعض، لا. لكن الجريدر فيه سرعات، توصل ل 8 سرعات قدام و6 سرعات ورا. حتى على الار بي ام بتاعه او على الكيلومتر بتاعه تلاقي ان بيوصل ل 40 وال 45 وال 50 واكتر من 50 كيلومتر في الساعه على العداد بتاعه. طب ليه الجريدر يمشي؟ الجريدر يمشي لان الجريدر ما فيش فيه تورك كونفرتر. الجريدر الموتور على الفتيس مباشر، وفي غيارات لو سبيد وهاي سبيد، ومديله سماحيه انه يمشي. في التصميم متراعي الكلام ده، متراعي ان الجدار ممكن يتنقل من مكان لمكان، او انه محتاج سرعات عاليه فبيمشي. وهنخش ان شاء الله بعد ما نكون في فتيس عندي ان شاء الله هنعمره قريب. فلما نعمره ان شاء الله يبقى نكون وصلنا عدد المشتركين الزياده وعدد الساعات المطلوبه عشان نقدر نعمل بث مباشر. المفروض هو طالبين مني الفيسبوك، طالب 1000 مشترك، طالب 4000 ساعه مشاهده عشان اقدر اخش لايف. بس لحد ما اخش لايف كده كده يبقى في فيديوهات ان شاء الله. فسواء لايف او مفيش، هيبقى في فيديو للجريدر اللي بتعمر، وهنبين فيه بقى ايه تركيبة الجريدر من جوه. ده فيها بقى ايه العمود المسؤول عن الغيارات البطيئة، والعمود المسؤول عن الغيارات السريعة، او الكلاتش او المجموعة في البطيئة او في السريعة. وهنبين الموضوع بالتفصيل اكتر. لكن بوجه عام الجريدر يمشي يمشي. قراياته وحدوده وغياراته وسرعاته وكل حاجة فيه بتقول كده الفرق في تكوينه الميكانيكي عن اللي ما يمشيش مثلا زي البلدوزر او زي اللودر، ان البلدوزر فيه تورك كونفرتر، محول عزم. اول ما الاقي تورك كونفرتر في معده ولا في محول عزم، خلاص دي معده عزم. معده عزم، العزم دايما عكس السرعه. يعني المعده يا اما تديني سرعه عاليه يا اما تديني عزم عالي. عزم عالي وسرعه بطيئه يبقى ما تمشيش. بالقياس بقى، يعني دي الفكره. على اي معده، اي معده عندك هتشوفها، لو لقيتها معده عزم سرعتها بسيطه يبقى دي خلاص دي معده ايه، مش مستحب انها تمشي خالص الا في اسوأ الظروف. لو لقيت المعده سرعتها عاليه وعزمها قليل، خلاص دي ممكن تمشي. والمشي ليه اصول. يعني ايه مشي ليه اصول؟ يعني خلاص انا اتزنقت وهمشي جريدر من موقع لموقع، او جوه الموقع مثلا. يعني انا مثلا عندي موقع 100 كيلو، فعندي شغل في الكيلو 20، شغل في الكيلو 50، شغل في الكيلو 70، شغل في الكيلو 100. فعايز امشيه ازاي؟ كل معده من دول هلاقي لها اصول في المشي، والاقي في توصيات من المصنع. توصيات المصنع دي هتقول لي والله ده مثلا يمشي 5 كيلو مثلا بوشه، 5 كيلو بظهره،
او يمشي مثلا 5 كيلو ويريح نص ساعة، او يمشي 5 كيلو ويريح ربع ساعة، او ما يمشيش على غيار واحد. هلاقي كل مصنع حاطط مديك تعليمات. ولو ما لقيتهاش في الكتالوج اللي عندك، ما عندكش كتالوج، ترجع للمصنع تقول له والله انا مزنوق وبضطر ان انا امشي كذا كذا كذا. يعني طبعا ده موضوع ممكن ما يبقاش طارئ، ممكن يبقى دايم، وممكن يبقى طارئ، بس المهم حتى لو ما عرفتش توصل لتوكيل، حتى لو ما عرفتش توصل لكتالوج، حتى ما عرفتش توصل لمعلومه، يبقى انت النهارده هتمشي مثلا، هتحاول تقسم المسافات دي على قد ما تقدر، انك تمشي المعده وتريحها، ان ما تبقاش على غيار واحد، انها ما تبقاش في وقت واحد، انها ما تبقاش مسافات طويله، تراعي الجو عندك. طبعا كل معده ليها مؤشرات، لازم تبقى دايما عارف انت المؤشرات بتاعت الحراره الكويسه فين، الهيدروليك، حراره المحرك فين، حراره الهيدروليك فين، حراره الترانسميشن او حراره الفتيس فين. دايما متابع مؤشراتك، عداداتك. هيبقى في فيديو ان شاء الله نوضح فيه ازاي تقرا الرمز. لو انت قدامك اي رمز مش عارف تقراه، الرمز ليه اصول في القرايه وليه خطوات في القرايه. هيبقى في برضه حاجه، بس يبقى ايه، لازم هيكون نستعين بحد او بفيديو او حاجه، عشان ده هيبقى فيه شرح ورسم. لان الرموز لها شويه، لها طريقه كده في القرايه، ان شاء الله لما نتكلم فيها مع بعضينا اي رمز يقابلك هتقدر تقراه في اي معده، في اي حته، في اي ستيكر، في اي حته. يعني لها ستاندرد كده، طريقه معينه تعرفها خلاص تقرا اي رمز يقابلك. فنيجي نبص لللودر، نلاقي اللودر فيه محول عزم ليتر كونفرتر، يبقى ده خلاص يفضل انه ما يمشيش خالص، ولو مشي يبقى في اضيق الحدود، اضيق الحدود. ولو ما مشي يبقى طبقا للحاجات اللي احنا قلناها، مبقاش ماشي على غيار واحد، مبقاش ماشي في اتجاه واحد، مبقاش ماشي مره واحده، ولازم يبقى في بريك في النص. وطبعا لازم دايما دايما دايما، دي مفيش اي كلام، نظرة على الطريق، ونظرة على المؤشرات اللي في التابلو، ونظرة على العدادات، تبقى دايما متابع عداداتك وعارف انت فين. ودايما طبعا الغيار المناسب مع السرعة المناسبة. يعني انت هتمشي، فانت هتمشي على كذا غيار، يبقى انت تاخد بالك انك ما تبقاش دايما قارص. يبقى انت ماشي الاول، يبقى انت ماشي بالراحة، ماشي على التاني يبقى تزود شوية، ماشي على التالت يبقى في تنويع. وتبقى دايما جوه الديزاين كونديشن. كل غيار ليه سرعة، كل غيار ليه معدل جاز، كل غيار ليه ظروف. وطبعا الطريق بيحكم في الكل. هل الطريق دايما ممهد، هل الطريق مش ممهد؟ طبعا كل الحاجات دي بتاخد في الاعتبار. الحاجات دي اكيد طبعا كلنا بنعملها. واحنا يعني الظروف بتجبرنا عليها. يعني انت ماشي بلودر، اكيد لو انت الطريق مش ممهد قوي ولقيت نفسك اللودر هيتكسر بيك، هتبطأ غصب عنك. هي حاجات ممكن احنا بنعملها بديهيا بالفطره، ما بناخدش بالنا من تفاصيلها، بس هو ده الطبيعي اللي احنا ايه نعمله، نتعلمه، ونتكلم فيه، عشان نحافظ على المعده اللي احنا ايه بتاعتنا، او اللي احنا شغالين عليها، او اللي احنا مسؤولين عنها. نفس الكلام بالقياس بقى. الفكره لو احنا خدنا الفكره مثلا وقلنا خلاص اللودر مش هينفع يمشي كتير، يبقى البلدوزر نفس الكلام. طيب، دايما باخد في اعتباري حسب الشغل اللي انا شغال فيه اطلب المعده ازاي. يعني انا النهارده مثلا لو هشتغل جوه القاهره مثلا كاسفلت، فهشتغل في اماكن بعيده متفرقه وبتاع، لان القاهره دي مدينه زحمه وكده، ما اقدرش افتح قطاع كتير مره واحده. هاخد قطاع صغير هنا، قطاع صغير هنا عشان امشي الدنيا، عشان ما اعملش مشاكل مروريه. لما اجي اجيب فينشر، اجيب فينشر كاوتش، ما اجيبش فينشر كتينه، لان انا كل شويه هتنقل من مكان لمكان. فالاحسن لي ان انا لو هشتغل جوه القاهره، او في محليات، او في اماكن عشوائيه، او في اماكن مأهوله بالسكان، طبيعه شغلها هتفرض على اي حد انه يشتغل قطاع قطاع، ما اقدرش اشتغل كله مره واحده. فخلاص ده لازم فينشر كاوتش. طب انا بره في طريق هشتغل في مشروع مفتوح 100 كيلو، 70 كيلو، 50 كيلو على حسب، وات ايفر، وانا هشتغل فيه سجال، هبدأ من زيرو لحد اخر المشروع، بندة واحدة طبقات ورا بعضيها، خلاص يبقى انا افضل الكتينة. طيب، انا لما اجي اشتغل في مشروع او في طريق، لازم اختار العده المناسبه للمشروع حسب ظروف شغله. تمام. هيفرق معايا طبعا في النقل، هيفرق معايا فنشر الكاوتش يمشي عن الكتينه، اقدر اتنقل بيه من مكان لمكان. الكتينه لا. ف الهراس برضو هيفرق معايا، في هراس يمشي، في هراس ما يمشيش، وخاصه هراس الكاوتش. يعني الهرسات الاسفلت ده من الصعب جدا طبعا نقله. يعني يفضل دايما ان هو يتنقل عن طريق بطاح او لوبد، حسب ما هتسميه، لان مشي الهرس الاسفلت مشكله كبيره.
لو مش على طريق مش كويس، مش على شغل، غير ان انت بتأثر من عمره، انت بتبوظ الحجر. والحجر ده لو باظ نتيجة اي حاجة هتقابله في الطريق هتبقى مشكلة كبيرة جدا. انت بتفقد الهراس وهتصرف كتير جدا عشان تغير الحجارة ديت لو حبيت تغيرها. لكن لو حافظت على الحجارة يبقى الامور تبقى تمام. وطبعا ليه مواصفات في التحميل عشان برضه نحافظ عليه، اولا انه ما يتقلبش، وبرضه نحافظ على الحجارة بتاعته ومكوناته. خاصة ان هو في مكونات كتيرة من تحت بتتأثر بالطحن، لو البطاح عليه شوية ولا حاجة ممكن يكسر من تحت كارتيري، يكسر فلاتر مية، دايرة مية غالبا بتبقى كلها تحت. فدايما بيحصل فيها مشاكل بسبب موضوع النقل بالذات. طيب الهراس اللي فيه اختلاف شوية فيه الهراس الكاوتش. لأن هراس الكاوتش في منها نوعين، الهيدرو دايناميك والهيدرو ستاتيك. في اللي هو القديم بتاع زمان اللي هو فتيس وكرادين، وفي بقى اللي هو ترومبة هيدروليك وموتور مشي. وده طبعا ما نجحش معانا. ما نجحش معانا لاسباب كتير، يعني اولهم اساسا احنا عندنا مشكله كبيره في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا في الهيدروليك. احنا لما نيجي نصين نظام الهيدروليك طبعا الا من رحم ربي يعني بنعمل دايما فيه مشاكل، مش بنصينه. لان الموضوع بيبقى عايز نظافه وعايز اهتمام وللاسف، وعايز ظروف معينه وعايز طريقه تعامل خاصه وعايز سبيشال تولز. خاصه في ان انت لما تيجي تنظف حاجه، تغير حاجه، تسلك حاجه، لا احنا الموضوع عندنا صعب جدا يعني. ما بنهتمش بالعده قوي، ما في اصحاب المعدات او الشركات او كده ما بيهتموش قوي بالادوات المناسبه انك تفك الزيت وتغير الزيت، وانك تبقى عندك حاجات سبيشال تشيل بيها الزيت وتحط الزيت، خرطوم مخصوص، قمع او وسيله او باور يونت تشيل بيها الزيت وتحطه. ودي اكبر كارثه. مجرد الزيت اتعرض للهواء وبدا يخش تراب وعفره وكلام من ده، كوارث في الهيدروليك. لان الهيدروليك عدو للنظافه. النظافه اهم حاجه في الهيدروليك، النظافه. مفيش نظافه انت في كارثه. حتى لما تيجي تغير خرطوم، تكبس خرطوم، لازم تتاكد كويس جدا ان انت نضفته تمام في تركيبه. اللي شغال ايده نظيفه، مفيش بقى الحته، مفيش بقى التراب والعفره، مفيش بقى يرمي على الطريق. لا الخرطوم لازم. ان شاء الله هبقى برضه في فيديو من عندي في الموقع مكان كبس خراطيم. هنعمل فيديو للخرطوم من اوله لاخره، من اول ما بيتكبس، من اول ما يجي خرطوم بايظ ونفكه ونكبس غيره. ونتاكد طبعا ان احنا ننضف الخرطوم كويس جدا. لان الخرطوم عند بتاع الخراطيم بيبقى عباره عن لفه. مثلا لو انا هكبس خرطوم 1 بوصه 5 6 متر، بياخد طول الخرطوم القديم وبياخد مقاساته وحاجته ويبدا يقطعه. فمجرد قطعه بالصاروخ بقى فيه بقى الريش والبودره نتيجه القطعيه ديت، دي كارثه. دي لو ما اتنضفتش كويس جدا كارثه. لازم بعد ما اجبس الخرطوم انفخه بالهواء كويس جدا وانضفه كويس جدا جدا جدا، واجي على الاطراف واقفلها بسكوتش. مجرد ما احط سكوتش في الناحيتين افضل امان لحد ما اروح المعده اللي هركب فيها، امسك الناحيه اللي انا هركبها افكها وانضف تمام واركب هنا وهنا، عشان اضمن ان انا الخرطوم بتاعي تمام مفيش فيه اي مشاكل، ما يركبش يعمل لي اي مشكله في المعده. فنرجع لموضوعنا بالنسبه للهرسات. فاحنا عندنا النوع الهيدروستاتيك ده ما ينفعش معانا. احنا عايزين كردان زي الفل، كردان وصليبه بجنازير ممتاز معانا شغال زي الفل. وممكن يمشي شويه اكتر من ايه من الهيدروستاتيك، لان احنا مشاكلنا في الهيدروليك كتير. ف الموضوع ده مهم جدا، لازم ناخد بالنا منه. لازم ناخد بالنا في حته تمشيه المعدات بالذات. لازم ناخد بالنا في اختيار المعده المناسبه. طبعا موضوع المؤشرات والقرايات والزيوت والصيانات ده موضوع منتهي تماما يعني. اتكلمنا فيه قبل كده ومش هنبطل نتكلم فيه مره واثنين وثلاثه وعشرة. لان ده موضوع مهم جدا 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 ويفرق مع الناس كلها. كل اللي احنا بنقوله دوت احتياطات لو احنا خدناها في اعتباراتنا. اولا احافظ على معدتي وافضل كفاءتها ممتازه زي ما هي، واطول عمرها، واقدر استفيد بيها على قد ما اقدر من مشروع الاثنين ثلاثة اربعة زي ما احنا عايزين. بالنسبة للوادر، فولفو خدت بالها من موضوع المشي ده كويس جدا يعني. فعملت اوبشن كده في اللودر الفولفو من اول سيريز جي وانت طالع بقى الحديثة، حاجة اسمها لوك اب كلاتش. ده بيخلي التورك ده حتة واحدة. ده بيخليك يعني ده تفعله لو انت هتمشي، ما عندكش حل تاني خلاص وهتمشي خلاص، الناس دي ما عندهاش مشكلة فبتفعله. تقدر تمشي باللودر بقى مفيش مشكلة معاك، بس برضو مسافات ما بتعديش 5 كيلو. تريح اللودر شوية، تمشي على كذا غيار، تمشي شوية بوشك وشوية بالظهر، شوية لقدام وشوية لورا، وتاخد ده في الاعتبار. دي طبعا ميزة جميلة انا مشفتهاش في حاجة غير فولفو.
معرفش اذا كان في حاجه جديده ظهرت ولا لا. لكن بعد كده كاتربيلر عملت الموضوع ده. بالمناسبه انا كنت عرفت برضو، حد قال لي قبل كده ان فولفو دايما بتبقى هي يعني سابقه سابقه شويه عن كده. يعني كنت يعني سمعت، مش متاكد قوي من المعلومه، بس سمعتها من حد ثقه ان فولفو اول حد في العالم اخترع حزام الامان. دي حاجه تحسب لهم يعني. وانا بصراحه انا برضو لما اشتغلت في معدات فولفو، خاصه اللودر ال 150 جي دوت، لقيت فيه كذا اوبشن من على الشاشه برضو، الاختيارات والايات وحاجات متميزه ما لقيتهاش مع حد تاني يعني. بعد كده ظهرت حاجات تانية، بس كان البدايه شفتها فعلا عند فولفو يعني. ولو ان انا بفضل اللودر الكات جدا عن الفولفو، لان الفولفو واجهت فيه مشاكل كتير، ولقيت حاجات كتيره فيه سبيشال مش موجوده في اي حاجه، غير الكاتربيلر منتشر اكتر. وكانت واخده السيستم بتاعها بتاخد من ريكس روس حاجات دايما مش سبيشال يعني، حاجات دايما عامه موجوده، ما تبقاش ما تحتس فيها يعني. لكن فولفو ممكن تحتس في اي حاجه للاسف يعني. لكن هم متميزين صراحه في الموضوع دوت. انا افضل الكات عن الفولفو يعني، ولو انه حاجه محترمه يعني. بس انا واجهت فيه برضه مشاكل وحاجات. كان التعامل بالنسبه لي في الكات اسهل. حتى البرامج والسوفت وير بتاع فولفو صعب وجوده، صعب، مش سلس زي كات يعني. بس طبعا لما نيجي نقارن فولفو بجي سي بي او بي اند كي او البهير او كده لا فولفو احسن. والبسيط بقى السيمبل اللطيف خالص الكوماتسو. لكن رقم واحد عندي صراحة أحبه يعني الكات. آه، الدنيا فيه أحسن كتير يعني. أو أنا عشان ممكن اشتغلت كات كتير فبحبه أكتر يعني. آه، طبعا الدمبر يمشي. الدمبر من المعدات اللي ممكن إنها تمشي مفيش مشكلة. ولو إن إحنا دايما بنقابل مشكلة كبيرة في نوع من أنواع الدنابل اللي هي السيريس سي بتاعت كات ال 745 ده. ده فيه مشكلة كبيرة في الفتايس، دايما فتايس ودايما مجاميع ودايما كوارث. ده ملاحظ او متعارف جدا وكتير جدا مشاكله يعني. هو اتعمل فيه تعديلات، بس طبعا القديم كله مشاكل، والجديد برضه لحد موديلات حديثة لحد النهارده فيه مشاكل. ولو ان هم شغالين عليه وبيعملوا فيه تعديلات كتير، بس برضه لسه فيه كارثة يعني. اللودر الاتش برضه اول ما نزل في 2007 كان فيه مشاكل. والجريدر الام اول ما نزل في 2007 كان فيه مشاكل. اول ما نزل كان في مشاكل كتير في الفتيس بالذات كمان. وفي الكرادين كان فيها تعديل برضو في تغيروا في المسامير، وجوه الفتيس غيروا في مجموعات معينه. وفي بساتم كامله اتغير يعني، طقم البستم اتغير والشامبر اتغير. يعني حتى زمان كنا احنا في معدات ممكن نطلب لها العمر على الغايب. في اللودر الاتش واللودر والجريدر الام. انا بنصح اي حد من الزملاء بتوعنا هيشتغل في عمارات او كلام من ده ما يطلبش غايب. لازم تفك اللودر الاتش، لازم تفكه، والام تفكه، وتطلب طلبيتك وتاخد بالك وتراجع كويس جدا مع التوكيل. ما تجيبهاش من بره، لانك هتتفاجئ. لان مغيرين البساتم في الحلل بتاعه المجاميع، ومغيرين طقم الشامبر، فحتى الجوان كله متغير. فعشان ما تصدمش تلاقي نفسك جايب طقم جوان تلاقي الجوان ده الشنابر اللي فيه ما تركبش على البساتم معاك، او تجيب بساتم تلاقي الشنابر دي ما تركبش عليها. دايما في عمرة الام والاتش فك الاول، وراجع مع التوكيل، وراجع وانت بتستلم. وخد بالك دايما من الشنابر والبساتم، لان في تحديث بيستم متغير، فبناء عليه الشامبر متغير. فانت لو جبت طقم الجوان الجديد على البيستم القديم مش هيركب. ولو جبت البيستم، لو البيستم القديم عندك كويس وقدرت تجيب شامبر على الرقم القديم والدنيا مشيت معاك خلاص اوكي، لان البيستم غالي. اما لو انت جبت البيستم الجديد يبقى لازم تركب الطقم الجوان الجديد، والشامبر ده مختلف عن ده تماما وما بينفعش. فدايما في اللودر الاتش او في الجدار الام، في عبرة التيس بالذات، يعني تتاكد من الحته دي كويس جدا يعني. ولو متعدل خلاص. المتعدل ده اللايف بتاعه التايم بتاعه كويس جدا يعني. احنا اللوادر اللي عمرناها والجرات اللي عمرناها وعدلناها وركبنا مسيستم جديد طقم الشامبر الجديد لحد النهارده مفيش مشاكل. القديم عمل مشاكل، بس عشان التكلفه البساتم غاليه وموضوع كبير، وطقم الجوان برضه غالي، واليومين دول احنا الدنيا مش لطيفه اخر حاجه يعني. لو انت شغال على القديم تاكد ان انت معاك طقم الجوان القديم عشان البيست القديم يشتغل.
لو ما اشتغلش معاك، لو البيست متغير يبقى لازم طقم الجيران متغير، لو انت على البيست القديم يبقى لازم طقم الجيران القديم. ده بالنسبه لللودر بس هو اختراع. بس احنا عاده دايما السيستم لما بيكون جديد بيكون له مشاكل. الشطاره في كات انها عندها دايما دراسات وريسيرش وبحث وكلام من ده وفيدباك مع العملاء والمشاكل الموجوده ايه وبيعالجوها يعني. يعني افتكر انا اول ما حصل تغيير ما بين لودر الاف ولودر الجي، سيريز الجي اول ما بدات ديت كان بادئ المحرك عاده، كان الفتيس كهرباء اول حاجه بدأوا عملوا فتيس كهرباء. يعني تبص على الليفر الاف تلاقي فتيس كهرباء، ولا هنلاقي الهيدروليك ميكانيكا عادي وملاوينه وبايلوت زيت في الكابينه، والمحرك عادي. ده في الاف. لما عملوا جي 1، اول جي 1 كان الفتيس كهرباء، وبدأوا يعملوا الهيدروليك كهرباء بس الموتور عادي. بعد كده في جي 2 بقى المحرك كهرباء، الفتيس كهرباء والهيدروليك كهرباء وكمان المحرك ايه، كهرباء، ما بقاش عادي. فبدأ يظهر مشاكل، يعني في الاف ظهر مشاكل، في الجي 1 ظهر مشاكل، في الجي 2 ظهر مشاكل. بعد كده بدأ الاتش كان مشاكله اقل بكتير من الاثنين بس برضه كان في مشاكل. مجرد ما اتعدلت في موديل 2007 ده اتعملوا تعديلات، الدنيا اتظبطت. الموضوع بقى متحسن تماما وبقى حاجه روعه. يعني اللودر اتش ده قعد فتره طويله جدا مكمل معانا، الجريدر ام فتره طويله مكمل معانا لحد ما بدات كانت تغير الطرازات دي تاني وتحدثها. الموضوع طبعا كان صعب في اوله، وكان الناس عندها رهبه. يعني الجريدر انا بفضل تعالى ان انا كنت في الشركه عندنا من اول الشركات في مصر وفي الشرق الاوسط اللي جابت الجريدر الام. اول ما نزل كان معانا مشروع كبير، وكان الموضوع كان احدث حاجه موجوده يعني. كان الجريدر الام طبعا مشهور ان هو جويستيك، واللودر الاتش برضه جويستيك كهرباء للرفع والنزول والملونات، والدركسيون كانت طالعه احسن كتير، سواء الطاره سواء نص طاره. الوضع مختلف تماما عن اللودر القديم، والجريدر كان مختلف، وكان في رهبه جديد، رهبه من السواقين اللي شغاله، رهبه مننا كمهندسين، رهبه من الميكانيكيه. كان الموضوع صعب جدا. كان برضو نقله ما بين الجريدر الاتش القديم والاتش الجديد. يعني الاتش برضه فيه ترازيل، اتش قديم واتش جديد. انا عايز اقول لك ان الاتش الجديد دوت وهو جديد زيرو كان فيه مشكله في المارش. احنا كنا بنعاني معاناه رهيبه عشان نحل المارش، وكنا بندور عليه، وكانت قصه كبيره، وتحل تنكات الجاز وتحل حاجات كتير قوي عشان تطلع المارش دوت، وكان الموضوع صعب جدا يعني. بس مع الوقت الناس خدت عليه وحفظته، بقت الدنيا سهله جدا وبقوا يعرفوا يتعاملوا معاه ويتصرفوا معاه. الام برضه نفس الكلام، كان في رهبه كبيره من الميكانيكيه ومن السواقين الناس كلها، لدرجه ان احنا كتربيلر جابت سيميوليتور مخصوص للموضوع دوت، ورحنا احنا كمهندسين وميكانيكيه وفنيين وسواقين خدنا تريننج على السيميوليتور دوت عشان نقدر نتعامل مع الجريدر. الموضوع كان صعب جدا في الاول، وناس كتير هربت وناس كتير ما رضتش، لحد ما بدأ الموضوع الناس تتعامل معاه وبقى حبوه، وبقى بالنسبه لهم احسن كتير من الاتش. لان الجريدر حتى كان فيه مزايا كتير، يعني الرؤيه نفسها في الجريدر كان فيه حاجات كتيره في الجريدر صعبه انك تشوفها زمان مع الجريدر القديمه، من الكلاتشات والحديد والصاج والكلام ده كله كان صعب جدا. الكابينه التعديلات اللي اتعملت عليها في الجريدر ام خلت الرؤيه بقت جميله جدا للسواق، ونقط كتيره جدا اللي كانت عاميه بالنسبه له بقت واضحه، سواء قدام سواء ورا. طبعا كان في مشاكل ظهرت كتير بس برضو اتعالجت، والدنيا بقت احسن كتير في الجريدر. والجريدر ناجح جدا، مع ان الناس لحد النهارده في السوق بتفضل الجريدر الجي والاتش وكده القديم، بيبعدوا عن الكهرباء يعني. بس بدأ اليومين دول الامور تبقى احسن، وبدأت الناس يبقى عندها وعي كفايه، والناس تحب المعدات الجديده يعني. آه، انا من المعدات اللي بحبها اصلا الجريدر الام دوت واللودر الاتش، دول من المعدات اللي انا بعشقها يعني. يعني انا كنت اتمنى ان انا لو عندي معدات هجيب الطرازات ديت يعني. حتى لو حتى لو الناس مصرة على الحاجات القديمة يعني. يعني انا احب، والفينشر الفوجل برضه انا بحبه، لكن اكتر بكتير بقى. اشتغلت في فولفو، واشتغلت في ماريني، واشتغلت في كذا ماركة، وكاتربيلر، واشتغلت في كذا ماركة، بس احب الفوجل دوت والكاتينا، ما احبش الفوجل الكاوتش. آه بمناسبة التكنولوجيا، انا هحكي لكم ان انا كنت في المانيا في معرض الباوما في سنة من السنوات. فدخلت تجربة كده الحفار عند هيونداي. فالمعرض طبعا في المانيا في ميونخ، وعاملين لي سيميوليتور وعاملين له غرفه كده. الحفار دوت كان في كوريا الجنوبيه.
وكان شغال في منجم تحت الارض، والحفار ده كان من غير كابينه، من غير اي حاجه خالص. والسواق بيسوقه من كابينه من المكتب او من البيت او في مكان منفصل يعني. وجربت الحفار ده واشتغلت عليه وانا في المانيا، ومتصور فيديو حتى وانا سايقه، قدام مني الشاشه والكاميرات والدنيا كانك داخل جوه الحفار، ومنظر يعني حاجه روعه يعني. طبعا ما شاء الله دي تكنولوجيا عاليه جدا في المعدات يعني. وشفت كمان هرسات بوماج، اختراع برضو بتاع بوماج. هرسات بدون سواق بدون كابينه، راس كده مدمج كده، عامل زي مازنجر وهايبرد، حاجه كده تحفه. بيشتغل برضو من غرفه، في مصنع، في البيت، في الشغل، على حسب يعني، من بعيد، كل حاجه من بعيد. برضو ان شاء الله مصور فيديو هبقى انزله. حاجه كده تحفه فنيه يعني، لما يجي الراس يدور وينور ويتحرك وماشي بالاحداثيات. طبعا الكلام ده يعني صعب جدا يبقى موجود عندنا، بس هو اكيد في يوم هيوصل لنا يعني. وشفت برضو هرسات هناك، حاجة برضو تحفة يعني. طيارة، ناس طيارة يعني، الهرس كرسي تمشي قدام يلف معاك قدام، تمشي العكس يلف معاك العكس. وطبعا سنسورز للتمبريتشر ورا وقدام، وسنسور للكومباكشن، حرارة ايه وقدامك ايه والقرايات ايه، والداتا دي يطبعها او يبعتها لك في مكان تاني. طبعا الكابينة مفتوحة من كل حتة، تقدر تشوف كل حاجة، اقتصادي جدا في الوقود. الطلعة والوقفة بتاعته حاجة سموث جدا جدا جدا، سوبر في الاسفلت. واوبشن كتيرة جدا، والكابينة تروح يمين وشمال، والكرسي يروح يمين وشمال، غير ان هو بيلف. كل ده الكترونيكلي. آه الهراس طبعا معمول 4 حجر، زي موضوع الام اس اللي كان فيه قبل كده. كنترول عالي جدا على الهراس في المشي وفي الدورانات يمين وشمال والسرعات. حاجة كده تحفة فنية يعني. بس للأسف ده معمول لأوروبا فقط، مش مسموح بيه للشرق الأوسط ولا لأفريقيا. هم كمصنعين عاملينه كده وقايلين الكلام دوت يعني. لما بنجيب نفس الموديل ده في مصر، بتجيبوا حاجة تانية خالص، كرسي ثابت، مفيش كابينة، هم حجر واحد قدام حجر واحد ورا، مفيش حجرين، مفيش فيه السيستمز دوت، مفيش فيه المحرك العادي خالص، مش كهربا. ماشي برضو واير، ملاوينة بواير ورا وقدام، مفيش فيه سنسورز ديت، ولا الملاونات الكهرباء ديت، الجويستيك، ولا القرايات دي. والشاشة زراير مش الديجيتال، ولا ده كان فيه شاشته ديجيتال، وفي يعرض لك القرايات، الكومباكشن قد ايه قدام منك، الحرارة قدام منك. تتحكم حتى في الهزاز، تزوده وتقلله، تتحكم في ورا لوحده قدام لوحده، وراسم لك الحجر على التابلو. لا، كل الكلام ده هنا ما فيش. الكلام ده هنا في مصر تلاقي سويتش كده قدام، سويتش كده ورا، سويتش خفيف، سويتش تقيل، سويتش الاتنين مع بعض، سويتش تشغل وتطفي. مواضيع سيمبل، حاجة تانية خالص 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 خالص، غير اللي موجود بره تماما بتاع اوروبا يعني. الشرق الاوسط بس حاجة، واوروبا حاجة تانية خالص. طبعا بالنسبة للجريدر، الجريدر المفروض ان هو اداة يعني تسوية وتنسيب للتربة، يعني يسوي ويعمل مناسيب للتربة، مش اداة لا ترحيل ولا تكسير. فانا بفضل في المشاريع الكبيرة اللي فيها حجم عمل كبير، يبقى فيه بولدوزر كاوتش يكسر النار قدام الجريدر، بحيث ان الجريدر يخش ايه، ينسب ويلفل يعني. لكن انه يقطع وانه يرحل ويكسر، ده موضوع مضر جدا بالجريدر يعني. لان الجريدر مش اداة عزم، الجريدر اداة سرعة، تعمل شغل كده ايه خفيف شوية، وهيديك انتاجية عالية جدا، وهيديك لايف تايم عالي جدا، وعمره يبقى طويل جدا يعني. في جريدرات بقى اللي هي الاحجام الكبيرة، اللي هي بقى 24 كي وكده، و24 ام، دي بتاعت المايننج غالبا يعني. دي بتشتغل بقى، دي فيها باور عالي شويه عن العاديه، عن ال 14 و14 140 وكده. عشان كده احنا بنقول اختيار المعد. الجريدر ده فيه تورك كونفرتر بالمناسبه، لان ده فيه عزم عالي، وده طبيعه شغله اصلا كده. فلو انت هتشتغل شغل زي شغل المايننج، وهتشتغل هتعوز الجريدر يعمل كده، او ما عندكش بلدر كاوتش، هات بقى حاجه من الحاجات اللي هي ايه،
سيريس 2 اللي هي 24، تبقى عمليه معاك اكتر، ومش هتعوز ساعتها بلزر كاوتش يعني، وممكن تكسر وكده، هيبقى دي اللايف تايم بتاعها معاك احسن شويه، بس دي ما تمشيش بقى كتير. تمام. بالنسبه للجريدر، لو انت الموضوع صعب معاك انك تجيب بلدوزر، يبقى انت في اوبشن للجريدر قدام بتركب سكينه، يبقى انت تجيب الجريدر باوبشن السكينه، او تعدل الجريدر تركب له السكينه. هي ليها مكانها وليها حاجاتها، عشان دايما كتربيلر لما بنكون بتصنع حاجه او اي معده، يعني اي حد بيصنع معده بيبقى البيزكس الاساسيات دي موجوده لكل الاوبشن، عشان انت حبيت في اي وقت تركب الاوبشن ديت بتاخد كيت تركبه تلاقي الاساسيات عندك موجوده يعني. فلو في الحاله دي تقدر تشتري السكينه اللي قدام تحطها تكسر بيها النقل، يبقى انت كده ايه، عندك الدنيا احسن حاجه يعني. وفي نفس الوقت القصه دي فيها اوبشن زي ما انت عايز، فيها اوبشن ان انت تتحكم فيها، تطلعها تنزلها وتكسر بيها النقل، تمام، تحل مشكله كبيره من اللي عندك. الحاجات اللي بتنزل والكوماتسو. ده الطراز اللي هو ايه، الطراز اللي تعرفه ازاي، اللي هو تلاقي فيه جي سي، تلاقي فيه سي، يعني فيه سي اللي هي شغاله عموما يعني جنرال كونستراكشن. ده اللي هتلاقي فيه تورك كونفرتر، وده اللي هتلاقيه شغال بقى في الحاجات السبيشال ديت ايه، اللي ممكن تستغنى عن، يعني انا بفضل انك لا خليك في العادي، بس هات سكينه، هات سكينه اماميه تبقى موجوده، هتتحكم فيها بالهيدروليك، تطلع تنزل تكسر بيها النوع، يبقى انت حليت مشكله كتير جدا، وتستفيد فعلا من سرعه واداء الجريدر ايه في الانتاجيه، وتحافظ عليه، وتحافظ على السكينه العاديه بتاعتنا بشفراتها بلواينها بقصصها، عشان تخشش في مشاكل اللواين بتاعت السكينه واللواين الصينيه. وطبعا كل الكلام ده حافظ لك جدا على على الجريدر يعني. فده موضوع مهم جدا يعني، دايما ناخد بالنا في المعدات واحنا بنشتري، سواء جديده سواء مستعمله، من الاوبشن عامله ازاي، لان انت ممكن تلاقي يعني كل حاجه، ممكن تلاقي كل حاجه وممكن ما تلاقيش حاجه خالص. يعني في ماركه لودر احنا اشتريناها لانه زي دولار ارخص من لودر تاني، بعد ما اشتريت فاجئنا ان مفيش فيه تورك، ان مش عارف مفيش فيه حافظات بتاعه الفتيس من تحت، مفيش فيه الحافظات البلتات اللي موجوده في الباكت ما بين الضفر وبعضيها، مفيش فيه البروتكتور اللي موجود على الجناب، مفيش فيه باي باس بتاع فلتر الزيت، مفيش فيه باي باس للكورونا. يقول لك تلاقي كل الحاجات دي حاطه لك ايه اوبشن، وشايلها خالص من المعد، وانت مقارنه بمعده تانية حاطط الحاجات دي ستاندرد، فده بقى ارخص. لكن لما تيجي تاخده وتركب له الاوبشن، تكتشف بقى المصايب اللي موجوده عندك دي، تيجي تكتشف، تيجي تشتري الحاجات دي عشان تركبها، تتفاجئ ان المعده دي بقت اغلى بكتير من المعده التانية. فدايما وانت بتشتري يعني خد بالك، سواء جديد سواء مستعمل، من الاوبشن اللي موجوده عامله ازاي، وهل كلها موجوده ولا مش موجوده، وايه اللي موجود وايه اللي مش موجود، وايه الستاندرد وايه الاوبشن، لان الموضوع فعلا بيفرق جدا. حته ان اللودر يشتغل من غير حافظه دي كارثه، حافظه للفتيس، حافظه للموتور، الحافظات اللي موجوده دي مهمه جدا، الباكت، البلتات اللي موجوده بين الضفر بعدها مهمه جدا، كل السيجمنت دي مهمه جدا، كل البروتكتور اللي في الجنات دي مهمه جدا، خاصة لو انت بتشتغل في مشاريع كبيرة وعندك حجم عمل كبير وعندك شغل هلك كتير، ولو التربة بقى استفن ساعتها عالية واجريسيف وكده، وفي تآكل شديد، هيبقى الموضوع صعب جدا معاك، وهيبقى في عندك كوارث. ولو اللودر ده مثلا شغال في حتة فيها فتح طريق او فيها تربة زراعية، في بقى خشب من تحت وفي مخلفات او كلام من ده مثلا، او في انشاءات في مخلفات الموقع، في خشب في طفش في اي حاجة، اي حاجة تخبط من تحت ترد من تحت تعمل لك كارثة، كارثة، ومش تلحق، لان في ثانية زيت الموتور بيفضى، في ثانية زيت الفتيس بيفضى، لو أي كسر لا قدر الله، أي شرخ أي حاجة لا قدر الله بيفضى، وعلى ما بتحس اللمبة تنور وتاخد بالك منها تكون اتكسرت. ولو حتى خرطوم مثلا يخص فتيس، يخص تنك جاز، يخص مية، يخص موتور، كارثة هيدروليك، كارثة، في ثانية تلاقي المعدة كلها اتدمرت، بقت كتلة حديدة يعني. أشكركم جدا على متابعتكم معايا، وأتمنى كله يشترك ويشير، واي حد عنده تعليق يكتبه، واي حد عنده اقتراح يقوله. انا ببسط ان انا بتكلم معاكم يعني، بغض النظر عن اي حاجه. شكرا.